من هذا المكان بدت الحكاية وانتهت الحكاية، وبدت حكاية أخرى. يبا شفت ليت غرفتك شاعل، استغربت انك مو راقد للحين. اي والله يا بنيتي، ما ياني نوم. فيك شي يبا؟ فيني وما فيني. قول يا ابو عمر، بوح وفضفض حق بنتك الوحيدة. إيه. مو كل شيء ينقال يا بنيتي. المهم انت قولي لي شو اللي مضيق خلقك. مو قبل لا تقول لي انت. انا ان شاء الله عندي اخبار زينة، بس ما اقدر اقولها الحين. انت قولي ايش عندك. انا اقول عمتي تملك وتروح. اي لو هالحكي قبل كم ساعة كان قلت لك شورك وهداية الله، بس الحين الموضوع يبيله تفكير. راشد هذا ما نعرفه عدل ولازم نتريث. شلون قبل كم ساعة ممكن تقول اوكي والحين نتريث؟ ايش فيك يبا، انت سامع عنا شيء؟ سيف يا يبا، سيف يعرفه اكثر منه وحذرني. ما اعتقد ان سيف يعرفه اكثر من مرته. حمدة انا عارفها من سنين، عمري ما سمعتها انها تتشكى منه او تقول عنه شيء مو زين. لو متزوجتها قريب بقول للحين ما عرفته، لكن صار لها سنين وياه، وفي حريم وايد اذا تموا هالمدة الطويلة هذه وما تشكوا. ايه امك الله يرحمها طول عمرها ما اشتكت مني. مثل امي وايد، لكن اللي يتشكون اكثر. اي بس يا لولو ما اعتقد ان سيف له مصلحة يعني يذم الريال او يقول عنه شيء الا اذا كان يعرف عدل. يبا انا اقول لا تجيب لها طاري، لا سيف ولا غير سيف، خليها تملك وتتوكل على الله، واذا تملك هاليومين احسن. يا حياتي اعتذر لك، كنت حاطة على السالنت مشغول شوي، كنت اكلم ولد عمي. لا تقعد تشذب، ولد خال امك، لا تلف. سكتي، ما وديها تعرف ان عندي ناس، قصر حسك. يا اخي خلص عاد سكر التليفون، ذبحتني، ابي اتكلم معاك. اللي سمعك تكلم برناي الحين. يلا عندي سالفه ساعه قاعد تسولف لي وتطق لي براسك بالتغسل. يلا يا حياتي ايه هذه اخت نوره وتسلم عليك. زين اكلمك بالليل. يلا باي، وانا احبك بعد. سلام. عايش حياتك وش عليه. هوب هوب هوب، هالاغنيه انا لحنتها حق احلام. حلوه. خير يا نوره، شكوى جديده؟ ويش فيك من هذا عليه؟ لا اخوي انا خذيت قرار مصيري، لا تعترض ببنت الشفع. امري. انا قررت ارجع مكتبي اداوم الصبح والعصر. بليز لا تمانع. في الصبح موافق، بعد الظهر تقعدين هني بالبيت مع حالك وناسك، خصوصا الايام الجايه لان مريت بيتنا قريب. اخيرا. الحمد لله. راشد لو سمحت قوم. شو مستوي؟ هذه اللي مو شايفة خير دق عليك ولا 13 مرة وداسة مسجات ايش كثر سخيفة نفسه اياها. ما ادري من وين جايبه هالمسجات. لا حول ولا قوة الا بالله، نحن تونا في البداية وبدت الغيرة. والله انت اللي اهتمامك فيها مو طبيعي. بعدين انت شو تطلع وياها؟ صراحة يا حمدة تتقللين من قيمتك بالغيرة اللي ما لها معنى. أحد بذمتك تغارين من شهلة. أغار من اهتمامك له. وبعدين هذه ما تنعطى وهي. ليش هالكثر قاعدة تتصل فيك وهالحزة؟ هذه بعد ما صار شيء وكذي. الله يعلم باكر إذا تزوجت ايش بتسوي؟ بتي ترقد معنا بالغرفة؟ والهم ينني كيف تطلع معاك؟
كيف أهلها يرضون؟ أهلها ما يدرون عن طلعتنا. بعدين أنا طلعت وياها عشان أفهمها أن نحن على البر، وأنا شفت الداخلة وهي الطالعة. إذا ما صدقتي بعد على كيفك. والله دام عندك رقمها، هالكلام ما كنت تقدر تقوله لها بالتليفون؟ ولا لازم تشوف وياها؟ حمدة، أنا بغيت أسمع ردها، بغيت أشوف وياها على الطبيعة عشان أتأكد إنها موافقة على شروطي ولا لا، وأهم أن تراعي في البيت والكل في الكل. في موضوع بعد بقول لك إياه، أتمنى إنه ما نفتحه مرة ثانية. شهلة تقرب حق سيف البوس الكبير، راعي الخير والحلال، واللي سمعته أنا بيها خير وايد من وراه، وأنا وأنت أولى بهذا الخير. بتقولي المادة ما تهمني؟ أدري إنها ما تهمك، لكن تهمني أنا وايد، وخاصة في ظروفي، وخاصة إنك أنت ما فقدتي الأمل. حمدة، أنا أبغى عيالي منك. شوفي، في بروفيسور ألماني ياخذ فلوس وايد، لكن علاجه مضمون. بس حرام عليك. تعبت من العمليات، تعبت من العلاج، تعبت من الأدوية، ما بها شيء. صدقني راضية بكتبة الله، مقتنعة. حرام عليك خلاص. والقناعة بتستمر إذا شال جابت لك شاهل. أدري إنك بتحبين عيالي حتى لو كانوا من غيرك، لكن لا تقصين على عمرك، لا تقصين على عمرك وتقولين إنك مقتنعة. شوفي، قبل لا أنسى بقول لك عن هذا البروفيسور. تعرفين شو ميزته؟ هذا البروفيسور يرجع كل يورو إذا ما بينت النتائج. أنا أبغى عيالي منك، تفهمين ولا لا يا حمدة؟ أبغى عيالي منك. أنا لا حبيت ولا بحب غيرك. زواجي من شهلة مصلحة لا أكثر ولا أقل. أنا أحبك حمدة، أحبك. ما توقعت يملك عليها وسوى حساب حق أحد. ما صدقت أني يوم سمعت. بس ليش يما؟ إذا هي راضية وأهلها راضيين، ليش تسوي كذي من وراهم؟ أنا خبلة وصحي ما تفوق على الريال. تبي بس تتزوج. راحت وكلت القاضي وتزوجت ولا سوت حساب حق أحد. صار ما لومها أنا فراش عشان شنو يما؟ عشان العيال اللي ما قدرت اجيبهم. لا، كلامك يا يما مو داش راسي. اذا كان على العيال ياخذ واحده اصغر، اول بنت اخوها والحين هي. اخي وش اقول لك؟ يمكن عشان أنا أعرفهم زين وهو صوبي، ويمكن مثل ما يقولون إن اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفه. لما نقول لك شي في الشغل يطلعوني بنصعد، والبنات لما نمشي يقعدوا يأشرون علي من ورا، يقولون هاي اللي مخبلة اللي راحت تخطب حق ريلها. قلبي يعورني والله، ما حد يدري ايش فيه. ماما اموت من القهر. ما في احد يرضى على نفسه، ما في حرمة ترضى واحد تشارك. يما من يرضى روحه تنقسم نصين؟ بس قولي لي هونيها يا يما، هونيها يا شون، وانتي ما بيدك شيء تسوينه، والدموع هذه ما راح تغير شيء.
ارضي يا يمه بالمكتوب، ارضي، والله سبحانه وتعالى راح يعطيك على قد نيتك. بس يا يمه، بس يا رب. كيف قلت له يا سيف؟ كيف قلت له؟ ما متفقين ان نصبر؟ فرض الياك وقال لك عطني فلوسي، عطني سهمي. من وين نجيب الفلوس كاش؟ من وين نسدد؟ الا ارتحت يا سعود، ارتحت. السر كان كاتم على انفاسي مثل الصخره. امس اول يوم احط راسي على الوساده وانام بارتياح، نمت بعمق. يا سيف انت فاهم معنى اللي قلته؟ سلمان للحين ما طلب شيء، حتى لو طلب المبلغ كامل بقول له بقسط لك اياه على اجزاء. اصلا انا ما عندي سيوله كافيه للحين. شو تقصد يا سيف؟ شو تقصد؟ 330 مليون كيف تقصدهم ما تقول لي؟ تبغي تدفع من ارباحنا وتعبنا دين قديم؟ يا سيف شو اللي بتسويه؟ وين نجيب فلوس؟ لو نقعد مرة ثانية نشتغل لين نهلك أنا وياك ما بنوقف على ريولنا ولا نسدد التزاماتنا. لا تستبق الأحداث يا سعود، لا تستبق الأحداث. يعني شو متوقع؟ هيك يقول لك أنا ما أبغي شيء؟ بكون أحمق؟ يا ليت يكون أحمق علشان ما يضيع لا تعبنا ولا شقالنا. يا سعود أنت دائما تقول لي يا سيف أنت عندك حدس، وحدسك ما يخيب، وإن شاء الله هالمرة حدسي بيكون طيب، تطمن. نورة تقول أنكم بتردون القصر قريب. إن شاء الله أكيد برد في يوم من الأيام. هذا معناته أنه بعد خاطرك ما طاب ويالس تسكت نورة بهالكلام. أسكتها عن شنو يا سعود؟ أسكتها عن شنو؟ هي قاعدة في الشارع، قاعدة بالناس طيبين وشايلينها على كفوف الراحة، شنو تبي بعد أكثر من كذي؟ اهدى يا سيف اهدى، لبقت علي كذي أنا ما قلت شيء، ما يستاهل كل هذا الكلام يا سيف. ولا أنت صاير يعني على الكبير يبل وعلى الصغير وادي؟ نور عدتك يبل ووادي. المهم قول لي فيصل متى بترد علشان أعرفها على أهلي؟ إن شاء الله قريب. أنت ما قلت لي أنسابك بيردون ولا غيروا رايهم؟ لا تجيب لي طاريهم يا سعود، حتى أنا ما سألتهم. عفا، كنت متلهف عليهم قبل. ما تغير شيء، لكن صدقني ودي ابتدي حياتي ويدي نظيفة يا سعود. يا سيف أنت دوم يديك نظيفة من يوم أنت صغير لين اليوم، عمرها ما انمدت على حرام. تدري أنت وضبي صح وأنا الغلط. صدقني يا أخوي، سوي اللي تبغي وأنا بكون وياك لو مهما صار. يعني خلاص ما في شغل؟ انحلت كل المشاكل في العالم وانحلت كل القضايا. حلو، عم الرخاء والسلام في الدنيا. ست نورة، ندى حولت كل الفاكسات لمكتبها بلبنان. يعني شنو؟ لأن هي اللي بتعد التقارير وبتنظم المواعيد. جريت. وانت شنو دورك في الحياة؟ انت بتعرفيها يا ست نورة انه هي ما بترضى اي حدا يتدخل بهالامور، مع العلم ان هي بنت بلدي، لكن انت الحين تبين تطبين فيها، تبين تعقرين عليها صح؟ لا ستنا، انا عم بقول انه لا تقولين لي ولا اقول لك ولا تعكرين مزاجي. روحي طلعي لي رقم باربي ام العبل من تحت الارض. هذه مو معقوله كذي تختفي فجاه من الخارطه الفكريه والثقافيه من غير مقدمات. حاولت يا ستنا بس كل ارقامها مغيره، وحكيت مع بنت خالتي هونيك انه تعدي على مكتبها وكمان لقيته مسكر. بطة شبت هذه، ليش تسوي معي كذي؟ يعني هي ما تعرف طبعي، ما تعرف انا شنو احب. انا ما احب اقعد كذي من غير شغل، من غير فوضى، من غير ضوضاء، ما اعرف. ستنا في ناس هون كتير محتاجين اكثر من سور الصين واكثر من برج بيزا واكثر من حديقة حيوانات النرويج. انتي يا شقول هذه معالم سياحيه شهيره، ثروه وطنيه عظيمه. على راسي ستنا، بس الانسان قبل المكان. واو، عجبتني والله. انتي العظيمه يا حنان. الإنسان قبل المكان، الإنسان أهم من المكان. شلون طلعت على بالك هالعبارة؟ داهية طلعتي. بهالمناسبة روحي بسرعة سوي لي قهوة أعدل فيها مزاجي وأمخمخ فيها الجملة الإنسان قبل المكان. بسرعة. كيف حنان تفكر
الإنسان قبل المكان. عاد يا نورة في أي حفلة بتقطينها يناسب ما يناسب، الله ياخذك شغلة درحتي وحكتيني. حلوة الإنسان قبل المكان. آخ يا ريتك ما قلت لي، يا ريتك ما قلت لي. حياتي تلخبطة، التفكير تلخبط، ما بعرف شو أسوي. اسمح لي يا سيف أسألك، الورقة صحيحة؟ الوصية صحيحة؟ الوصية صحيحة وعليها ختم وتوقيع لشهود معروفين بعد. بس يمكن ما استحق. جدتي كانت متأكدة أن أخوها يستحق، واللي بيه من صلبه يستحق بعد. أكيد أبوك كان يدري، ليش ما قال؟ من معرفتي لأبوي أبو عمر ما أعتقد أنه تجاه الوصية عمدا، لكن الحوادث الأليمة أكيد شغلتها وهدتها. بعد مو موثقة من المحكمة، وممكن أي محامي شاطر يطعن فيها قانونيا، لكن أنا معترف فيها لأنها صالحة شرعا. وبطوع قلبك تتخلى عن نص ثروتك؟ الثلث بس. وهالثلث اللي تحكي عنه بروحه ثروة، كنز ما ينعد. هذا صار حقك يا أبو عمر، وما عاد لي حق فيه. ما افتكر في ناس وايد مثلك. الحين لو واحد غيرك كان شقق الورقة وتصدق بكم ألف وسوى له كم مشروع خيري ونسى السالفة كلها. ويوم الحساب ايش بيكون موقفي؟ ايش بيكون عذري يا ابو عمر؟ صدقني انا متعود ما اخش على بنتي شيء. هذه اول مرة ما اقدر اقول له اللي في راسي واللي افكر فيه. شو اللي في راسك يا ابو عمر؟ ما ابي الفلوس، ما ابي استلمها ولا استلم حتى ربعها. اعتبرها وديعة عندك، شغلها كيفك ولا يحتاج تباخذ منها. ما تبي ولو شيء بسيط؟ شيء بسيط شو اسوي فيه؟ احطه في البنك؟ هو لو كان في البنك ما تكاثر كذي. زين، خلنا اكتب لك شيك احتياط. احتياط ايش حقه؟ انت اصلا لو ما قلت لي كان انا ما دريت. يعني انت تطلع امين وانا اخون الامانه، اخون الريال اللي امني على نص حلاله ويبيني اشاركه فيه. هذا مو بحلالك كله يا ابو عمر. وانا اقول لك اعتبرها حلالك. ما ابي شيء، ما ابي جيك، ما ابي اي ضمان. اعتبرني ما سمعت شيء، وانا بحاول اسوي روحي ما سمعت ولا دريت. بحاول ارجع سلمان الاولي اللي ما تهمه الفلوس. بس بقول لك شيء ولا تضحك مني. انا طول هالوقت افكر اقول انا لو خرجت هالمبلغ اللي انت قلت لي عنه وسويته دراهم شام غرفة في بيتنا بيترس. بس ارد اقول لك ما بستلم اي شيء ولا بقول حق احد اي شيء، وبعيش على معاشي. واذا ما عندكم اللي وظيفة ما يهم، حتى من غير معاش مو مشكلة. راتب التقاعد يكفي على راتب بنتي، والحمد لله رب العالمين. نعمة. تعرف يا سعود، يوم عن يوم يزداد إعجابي فيه. سخي وكريم ونبيل وحكيم. ما غره المبلغ رغم انه يخرع. سيف، لا تتسرع في حكمك، ترى باكر يقلب راسه كذي ويقول لك ابغي فلوسي. حتى لو طالب مثل ما تقول ما بتغير نظرتي عنه. الصدق اللي استشفيته في صوته في ذيك اللحظة يكفيني. سيف، ليش ما تاخذ بنته؟ ايش قلت؟ سيف، لا تطالعني كذي كأني مرتكب جريمة. بصراحة البنت ما تتعيب، أول ما داومت فرضت احترامها على الكل. وبعدين على قولتك دام أبوها نبيل فأكيد البنت ما تتخير عن أبوها. يا أخي تكاسر خاطري. تصدق أنت خاطب من متى وعزوبي؟ ما مفكر أنك تعيش طول هالسنين كذي معلق؟ يا أخي قولها باخذ بنت عمي، أو قول لها أنا مديون العمي وإذا ما أخذت بنته بخسر. خلصت؟ لا ما خلصت.
صدقني حتى تمارا بتوافق على هالزواج، خصوصا إذا في مصلحة للطرفين، قصدي أنت وهي. لا تتكلم عنها وكأنك تعرفها. مو بسيف اللي يتزوج واحدة زواج مصلحة، حتى لو ابتدي من الصفر ما سويها يا سعود، ما سويها. خلاص اعتبرها فكرة عابرة. الأفكار الغريبة شلها من راسك. أنا ما أضربت عن الزواج كل هالفترة علشان أتزوج زواج مصلحة أو تقليدي. وبعدين أنا ما أشوف غير تمارا وبس. زين، لا يكون لمحت لها بشيء أو قلت لها شيء. حاشا والله يا سيف، أنا البنت من داومة عندنا كلمتين على بعض ما تكلمت وياها. بس صدقني فكر فيها زين، تراها فكرة جميلة وأكثر من جميلة بعد. اشرب شايك، اشرب شايك. يا خالتي لا تحاتين، انت مو تقولين لنا ري البنت الحين في البيت؟ يعني ما راح يشوفنا. أنا خايفة يا بنت يشم خبر إني شفتك وراح يطيح في حمدة. حمدة مسكينة فقيروه ما تقدر على لسانه. خالتي شغلتي لي بالي، شو الموضوع اللي ما تقدرين تقولين بالتليفون؟ لحد الحين ما أقدر أقول، ما أبي أكدرك، أنت غالية عندي وكبرتي بعيني لما رديتي ري بنتي، وكلمتك لحين ترن بإذني. ما أخذ ري رفيجتي لو أنت معانس. يا ليت عمتك مثلك. حتى لو ما أخذ عمتي أكيد بياخذ غيرها، ومو شرط إن هي تكون مثلي. ترى هي واللي مو بشينة تتزوج من وراء أهلها. وكلت القاضي وملكت وانتو خبر خير. أنا ما أقول لك هالكلام لأنها هامتني ولا هو هامني. اللي تهمني هي بنتي، وانت تعرفين لو صار شيء بنتي راح